النهارده المراجعه التفصيليه لاقوى مايك لصناعه المحتوى او واحد من اقوى المايكات بشكل عام، وهو السيرامونيك بلينك 900 بي 2. المايك ده قوي جدا بمعنى الكلمه، وعشان اكد لك ده سعر المايك ده $300، ودي علبه المايك نفسه وهتلاقي جواها كل حاجه حرفيا. المايك ده فيه اسرار ومميزات كتير، ويمكن دي اول مراجعه ليه في الوطن العربي تفصيليه. وهنتكلم عن الانبوكسنج اولا بتاع العلبه وكميه الوصلات الرهيبه اللي بتيجي معاه. تاني حاجه هنعمل تجربه عمليه زي ما احنا بنسجل بيه دلوقتي اصلا، وكمان في تجربه في الشارع وسط العربيات على الكورنيش، وهنشوف صوته كان عامل ازاي. وبعد كده هنيجي بقى لحاجه جامده جدا، وهي الباتري بتاعته. والكيس دي على فكره بتشحنه زي ما انت شايف كده، هتلاقيها بتنور لو واضح قدامك. فالكيس دي حرفيا ما شاء الله رهيبه، وعدد ساعات استخدام المايك اللي ممكن تحصل عليها من شحنه واحده حقيقي خرافي، وصناع المحتوى هينبهروا جدا بالموضوع ده. وبعد كده هوصل لرايي في الاخر في المايك وحبه تفاصيل عنه. فقبل اي حاجه اعمل لايك الفيديو حالا عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتابعني عشان كل جديد. وبس كده، يلا بينا على الفيديو الرايق ده. فنبدا بقى باول حاجه، وهو فتح علبه المايك ده ونشوف كل اللي جواه. زي ما انتم شايفين، مايك سيرامونيك بلينك 900 بي 2 2.4 جيجا هرتز. وطبعا زي ما انت شايف اول لما تفتح بقى تلاقي كل الوصلات اللي تتخيلها، سلوك عاوز تلاقي كل حاجه حرفيا تلاقيها للمايك ده، وكل حاجه جايه معاه عشان انت مش هتشتري قطعه واحده للمايك ده. زي ما انت شايف دي وصلات كده لو عاوز توصله، رغم ان هو وايرلس. واول مره اشوف كميه الاعدادات دي في مايك اصلا، يعني كميه وصلات رهيبه. طبعا بقى واصله للكاميرا زي ما انت شايف، وواصله كمان للموبايل، وكل حاجه تتخيلها ولا تتخيلها. وعندك بقى وصلات للايفون هجيلها دلوقتي، وعندك وصلات تانية زي ما انت شايف كده. بنفتح الاكياس مع بعض، فالموضوع الصراحه رايق جدا. وكمان عندك الاجزاء بقى اللي بتمنع خبط الهواء في المايك، لو انت مثلا في مكان فيه هواء جامد، او حتى دلوقتي انا بستخدمه بشكل عام، ده بيفرق جدا عشان الصوت ما يحصلش فيه خبط كده وترزيع. ده بينقي او بيحسن الموضوع، وطبعا موجود في مايكات كتير، ولكن كويس ان هم جايبينه برده مع المايك. وطبعا وصلة الايفون اللي حقيقي مبسوط جدا، لان الفيديو اللي هوريهولك في نص الفيديو بتاع تجربه المايك على الكورنيش كان متسجل بالايفون، وجوده الصوت عظيمه جدا، لان هم جايبين كل الوصلات اللي بتتوافق مع المايك عشان ما تحتاجش تجيب اي حاجه من بره، وجوده الصوت تفضل ممتازه. وطبعا ده لوجو سيرامونيك، وكمان كتيب التعليمات اللي مش هنقراه اكيد، رغم ان المايك مهم ومحتاج نقراه، ولكن كل حاجه عرفتها وهقولها لك في الفيديو. وكده خلصنا الانبوكسنج لكل الوصلات والاكسسوارز الرهيبه اللي بتيجي مع المايك ده من غير ما تدفع جنيه تاني فوق سعره. هو كده كده غالي اصلا، بس كفايه ان مفيش شركه شفتها قبل كده تدي كل الوصلات دي. ونيجي بقى للكيس الرهيبه جدا دي اللي هتلاقيها، وهي اللي فيها كل حاجه. هتفتحها، واول ما تفتحها هتلاقي فيها 2 ترانسميتر وواحد ريسيفر، يعني تقدر تسجل الصوت من شخصين في نفس الوقت. طيب خلصنا كلام عن الانبوكسنج، وتعالى نتكلم بقى عن بطاريه المايك ده اللي فعلا قويه جدا، ومن احد نقاط قوته واللي بتميزه عن كل المنافسين. وكمان البطاريه بتاعت الكيس عامله ازاي وكل الحاجات دي، لان الارقام خزعبليه. مبدئيا في اي مايك دايما بتبقى خايف ان هو يفصل منك، وتبقى متضايق من النقطه دي، وهو ازاي بقى يفصل وامتى وهيعطلني. طب احب اقول لك ان المايك ده الشحنه الواحده ليه تقعد كام؟ 6 ساعات تسجيل متواصل ما شاء الله تعالى. طيب الكيس نفسها بقى تشحن المايك ده 3 مرات. فبفرض ان انت حاطط الكيس دي في الشاحن، المايك اتشحن منها وبقى فيها خزين 3 مرات شحن، يعني 6 ساعات في المايك اول ما تستخدمه، وكمان 3 شحنات موجودين فيه غير ال6 ساعات، يعني كده 24 ساعة تسجل فيهم بالمايك ده من شحنة واحدة بس للكيس ما شاء الله. فده رقم فعلا عظيم جدا، والارقام دي مش تسويقيه، الارقام دي حقيقيه بجد، وجربتها واستخدمتها والكلام ده يعني مظبوط، مش اي بقى كلام وخلاص. شركه سيرامونيك مش قليله ومش شركه صغيره عشان تقول ارقام فيك والكلام ده كله، لا، الموضوع ده انتهى بقى مع الشركات الصغيره. لكن بشكل عام المايك ده فعلا وقت التسجيل فيه ما شاء الله خرافي، ومفيش مره الحمد لله تعالى ما شاء الله ما شاء الله مفيش مره فصل وانا بستخدمه ولا اي حاجه. فدي ميزه قويه جدا تفرق مع صناع المحتوى، تفرق مع ناس كتيره شبهي او بيعملوا محتويات تانية بشكل عام. لان انا واحد كنت بعاني من النقطه دي، كان دايما المايك اسيبه على الشاحن ويتشحن مش عارف، يعني فكره وجود كيس دي حلوه، يعني ده اصلا بينافس المايك الرود اللي هو يعتبر اغلى منه شويه. الرود حوالي في مصر عامل 15، ده حوالي عامل 9 وحاجه، عشان ده ب $300 يعني. فايه السعر اقل بكتير من الرود يعتبر، وفي نفس الوقت الكواليتي وفكره الكيس دي مش موجوده في الرود، فدي نقطه قوه للمايك ده كويسه جدا. طيب شايفك اتحمست معايا بقى، تعالى ندخل على التجربه الفعليه للمايك ده في الشارع. ودلوقتي هنجرب المايك على الكورنيش وسط عربيات ماشيه ورايا وزحمه، عاوزك تسمع جوده الصوت. وهتلاقيني كنت بتكلم بقول ان انا بجرب المايك والكلام ده كله عادي، مفيش اي مشكله، ولكن اسمع التجربه دلوقتي وقول لي رايك تحت في التعليقات بعد ما تشوفها، سواء بتشوف الفيديو ده على يوتيوب او على فيسبوك. اصعب اختبار على مايك سيرامونيك بلينك 900 بي 2
في الشارع على الكورنيش وسط عربيات كتير ماشيه. دلوقتي بسجل ومثبت المايك هنا، طبعا سامع الصوت اكيد، ولكن تعال نشيل المايك كمان ونمسكه في ايدينا ونشوف الصوت بقى اوضح ولا لا. تعال بقى نجرب. هشيل لك دلوقتي المايك نفسه من الموبايل وتعال نشوف الكواليتي. فانا دلوقتي شلت المايك، اعتقد سامعني وشايف الصوت والوضع عامل ازاي. اعمل لايك للفيديو واكتب لي رايك في الكومنتات تحت. اعمل لايك. ها طبعا الصوت مبهر جدا والنتيجه ما شاء الله خرافيه ان انت تكون ماشي في كل الزحمه دي، فدي نقطه قويه جدا. لو انت عاوز تجيب مايك زي ده تصور بيه فلوجات في الشارع، الموضوع هيبقى معاك بيرفكت بمعنى الكلمه. تعالى بقى ندخل على نقطه مهمه جدا لازم اشرحها لك في المايك ده، الا وهي، ركز معايا بس، نفتح المايك كده يا معلم. والله وحشتوني. اعمل لايك للفيديو حالا عشان راجع لي يوتيوب باذن الله، وقول لي رايك في السيت اب ده كده شكله رايق ولا لا في يوتيوب. قول لي حلو ولا مش حلو، ان شاء الله تقول لي حلو، انا عارف انت تقول لي حلو. المهم، فالمايك ده يا معلم زي ما انت شايف كده في شاشه هنا اعتقد واضحه، لو مش واضحه هتلاقيني عرضت لك بيه رول قدامي ايا كان. الشاشه دي بقى بتتحكم فيها في كل حاجه في المايك ده. نبدا من ان انت عاوز المايك اصلا الجين بتاعه يبقى عامل ازاي. وتعالى نتكلم ونقف ثانيه عند موضوع الجين ده، لان في ناس مش فاهمه يعني ايه جين اصلا. الجين ده يا باشا يعني انت عاوز المايك يلقط صوت من فين؟ يلقط صوت مني انا هو بتكلم، ولا يلقط صوت من المروحه اللي حواليا فوق، ولا من الشارع حد ماشي في الشارع يسمع صوت وينقله كمان، ولا ينقل صوت من ايه بالظبط؟ طبعا التحكم في الجين ده مهم جدا. تاني حاجه قوه صوتك نفسها اللي طالعه تطلع ازاي، عن طريق ان هو الجين بتاعه قليل قوي فصوتك حتى نفسه مش واضح ولا كبير. فطبعا المايك من الزراير الزائد والناقص دولت، وفي 3 زراير، هتلاقي زرار باور يعتبر، وزرار زائد وزرار ناقص. من الزائد والناقص دول بتقدر تعدل تلقائيا على الشاشه الاساسيه زي ما انت شايف قدامي ما بين درجات المايك والجين بتاعه والكلام ده كله. ولكن لو دوست بقى دوسه مطوله على علامه الزائد وركز معايا في استخدامات المايك، لان زي ما قلت لك ملوش تطبيق، كل حاجه عن طريق ايدك، فلازم تركز وتتعود على الكليكات عشان ما تبوظش الزراير اولا. تاني حاجه عشان تفهم ازاي تتحكم في كل حاجه فيه، لان الموضوع بسيط والموضوع رايق جدا. فايا كان لو دوست على الزائد دوسه مطوله كده تمام، هتلاقي نفسك بقى عندك حاجات كتيره تقلب ما بينهم، ما بين الناقص والزائد تقلب فيهم يعني، فتطلع وتنزل والكلام ده كله. هتلاقي عندك، قلب كده يا معلم، هتلاقي عندك ايه؟ هتلاقي عندك البرايتنس. تقدر تلعب في البرايتنس براحتك. يعني ايه البرايتنس؟ يعني الاضاءه اللي انت هتشوفها على المايك بتاعت الشاشه دي تكون عامله ازاي، او السطوع بتاعها تقدر تخليه من 1 ل10، وكمان تقدر تخليه اوتو. وانا انصحك تخليه اوتو عشان ده بقى لو انت في مكان فيه اضاءه ضعيفه هو هيتحكم لوحده، لو في اضاءه قويه هو او زي الشمس مثلا هو هيعلي الاضاءه على 10، بحيث يبقى الموضوع مظبوط وفي نفس الوقت ما ياثرش على البطاريه بتاعه المايك، ولا ياثر ما شاء الله، يا لهوي، ولا ياثر على البطاريه. يا عم ما شاء الله احنا قلنا البطاريه بتقعد كتير جدا، ولكن لا عشان ما نهزرش، لو انت معلي السطوع على الاخر اكيد بدون لازمه كده انت ممكن تاثر ان بدل ما هي 6 ساعات توصل 5 او توصل 4 اكيد يعني. فايا كان يا معلم كل حاجه في المايك ده تتحكم فيها عن طريق الزرارين دولت زي ما قلت لك. ودوس بقى دوسه مطوله تاني على الزائد، هيخرج من اوبشن البرايتنس او السطوع بشكل عام. وتعالى بقى عند الميزه اللي مش موجوده في اي مايك وايرلس، ما شفتهاش قبل كده خالص، وهي ميزه الاوتو جين. تقدر تخلي المايك يعمل جين او يظبط الجيم براحته، يقدر ياخد صوت ايه وما ياخدش صوت ايه بالذكاء اللي موجود جواه هو وباحساسه هو. انا عارف الكلام غريب، هو مش بني ادم يعني، بس هو بتكلم عن المايك. ايا كان نرجع لمرجوعنا. المهم هو عن طريقه هو، لكن الصراحه انا جربت الاوبشن ده في فيديو لقيته لقط صوتي وكل حاجه، بس بقى بينوع بمزاجه قوي زياده عن اللزوم. في توك توك معدي في حته جاب لي صوته، في عربيه بتزمر جاب لي صوتها، فحسيت الموضوع كده ايه يعني مش ماشي مليون في المية صح. ولكن جودة الصوت نفسها، الصوت ما كانش فيه بيكس كتيرة، كان كل الويف بتاعت الصوت مظبوطة في ليفل واحد. فالصراحة دي كانت نقطة مميزة لجودة سماع الصوت. ولكن جودة العوامل البيئية المحيطة لو انت في حتة فيها زحمة يعني ما كانتش ألطف حاجة. المهم تلاقي عندك نسبة البطارية محطوطة فوق زي ما انت شايف، وكمان في الريسيفر هصوره لك دلوقتي لما يكون مربوط بالتشانل او الترانسميتر ايه اللي انا موصل بيه مثلا، بيبقى معمول زي ما معمول قدامك دلوقتي. ولو مربوط او متوصل بالترانسميتر بي برضه هيبقى منور ساعتها، ولو متوصل بالاثنين الاثنين هيبقى منورين. فالصراحه الشاشه بتاعته بتوضح لك كل حاجه واي حاجه، وبتبين لك كل التفاصيل اللي انت ممكن تحتاجها. فالصراحه انا شايف ان هي يعني كافيه جدا طالما انت فهمت اوبشنات الزراير زي ما انا شرحت، ان انت ما تكونش محتاج تطبيق للمايك والموضوع يبقى عملي اكتر، بدل ما تستنى كل شويه تمسك الموبايل وتظبط المايك. الموضوع من المايك نفسه بسيط جدا جدا. ولكن تعالى بقى نتكلم عن المايك ده كرأي فيه النهائي، وكمان تشتريه منين وتشتريه بكام. زي ما قلنا سعره $300، ده لو هتشتريه من بره مصر او من اي حته تانية، ولكن في مصر هتلاقيه
على النت لو كتبت اسمه سارامونيك بلينك 900 بي 2 هتلاقي ب 9200 9300 والارقام الموجوده اللطيفه دي، وبيوصل حوالي ل 10000 ماكسيموم لو لقيته في مكان ما. وكمان هتلاقي لينك شراء تحت بالدرهم الاماراتي، لو عاوز تشتريه سعره 1150 درهم لو انت حابب تشتريه. بس كده يا معلم، دي كانت كل حاجه عن المايك، ولكن رايي والخلاصه فيه صراحه من افضل يمكن يكون افضل مايك انا جربته في حياتي. ما شاء الله تعالى جوده صوت كويسه، ونقل الصوت في حته تانية. وكمان البيز بتاع الصوت كويس قوي، فانت سامعني بوضوح، مفيش اي حاجه، مفيش اي نويز، مفيش اي مشاكل. فالصراحه مايك خرافي ويستحق سعره، لان ده يعتبر المنافس الوحيد للمايك الرود المشهور جدا. فهو ده يعتبر افضل مايك لاسلكي، يعني هي دي الفكره. فهو سعره غالي قصاد المميزات اللي بيقدمها، فلا منطقي عادي، لان ده يعتبر التوب. فانت لو هتجيبه انت عارف انت هتجيب حاجه، يعني اللي هو خلاص ده الفلاج شيب بتاع المايكات ايا كان. ده كان فيديو كده بنسخن بيه بس كده، راجعين من اليوتيوب ان شاء الله تعالى. اتمنى الريفيو يكون عجبتك، ودعمك للفيديوهات باللايك والكومنت بيفرق معايا. انا الفتره الجايه راجع، مش فارق معايا مشاهدات، مش فارق معايا لايكات، مش فارق معايا كومنتات، احنا راجعين وبقوه باذن الله تعالى. دعمك ليا بيفرق اكيد، بس باذن الله راجعين وعاوزين نستمر وعاوزين نرجع لمحتوى يوتيوب اللي انا بحبه، واللي بداته من 3 سنين وحوالي شهرين كده، 3 سنين وشهرين من شهر 4 2020. فالمحتوى ده بحبه جدا ومش هتفرط فيه ان شاء الله تعالى، ولكن غصب عني كان في تاثير الفترات اللي فاتت. اتمنى لو انت مكمل الفيديو لغايه دلوقتي تقول لي تحت، لان شكرا جدا ان انت كملت اصلا الفيديو لغايه دلوقتي. بحبكم وبس كده. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله قريب. سلام.